سبحت لله في العش الطيور ترسل الألحان عطرا للزهور تصنع العش وتسعى في البكور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلوات ينفك بها الكرب وينزال بها الهم ويستجاب بها الدعاء ويرفع بها البلاء. صلوا على النبي. ازيكم؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد، يا رب تبقوا كويسين. انا اموره ودي قناتي. مطلوب بقى منكم ايه دلوقتي؟ انك تضغطي تحت على كلمه اشتراك الموجوده تحت باللون الاحمر، وكمان تعملي لايك للفيديو وتكتبي كومنت حلو كده زيك و... ويلا بينا نبدا الفيديو. بصوا بقى، كتير مننا طبعا بيبقى كلنا ايه يعني بننظف في بيوتنا وبنبقى نضاف وكل حاجه، ولكن احيانا كده بنحتاج ايه؟ تشجيع. بنحتاج اللي هي الزقه دي. يعني كلنا بنروق وكلنا بنعمل وبنعمل كتير قوي، لكن احيانا بنبقى قاعدين مثلا كسلانين، محتاجين اي حافز، اي روتين، اي حاجه من دي علشان نتحفز ونقوم، يعني ان احنا نتنشط كده وننجز الحاجه اللي ورانا. ففيديو النهارده بقى، الجو كان عندي حر جدا، كان عندي شويه مواعين كده صغنطاطين كده اهو. ولكن بقى انا حاسه ان انا داخله كده المطبخ عينيا مش مرتاحه. عايزه اغير اي حاجه. فاول حاجه قررت اعملها ان انا هحمي اي حاجه قصادي على الرخامه، يعني البوتاجاز طبعا اخد دش محترم كده من ناس، بس ما تصورش معاكم. الرخامه برضو خدت دش محترم، والحياطين اللي هي حوالين الحوض وكده، كل ده اخد دش تمام قوي. كمان برضو هغير كده حاجات كده في الكافي كورنر. يعني مش كافي كورنر قوي يعني بالمعنى اللي هو المتعارف عليه، لا ده ركن كده بسيط جدا جدا عندي برضو على الرخامه. ولكن قررت طبعا اول حاجه لازم نعمل مواعين طبعا. فقلت كده خليني اتشجع معاكم، بما اني اصلا بحب اشوف جدا القنوات اللي هي بلاقيها بتغسل المواعين والحاجات دي. بحب انا موضوع الرغاوي والحاجات دي، بحس ان هو في الصيف كده لا الموضوع ده بيغسلني كده من جوه. في حاجات شلتها حطيتها في غسالة الاطباق، وفي حاجات هغسلها على ايديا. في حاجات بتدخل غسالة الاطباق وحاجات لا. امال لازمتها ايه بقى؟ لا هي لا ليها لازمة ولازمة جدا كمان. ولكن مثلا حاجه زي البوله البلاستيك دي، انا لو دخلتها هحس انها زحمت لي الدنيا على الفاضي، بحين ان انا ممكن احط بدلها مثلا اطباق كتير او كذا طبق. بصوا عامه، الرف اللي فوق اللي هو في غسالة عندي اللي فوق، ده بحب احط فيه الحاجات اللي هي الرفايع، زي مثلا السباتيولا والمعالق والكوبايات، وساعات بحط فيها البلاستيك والحاجات دي. ولكن بقى ايه، يعني لما بلاقي بوله كبيره مثلا بقول ان انا لو دخلتها هتزحم لي وخلاص، في حين ان هي البوله ما فيهاش حاجه، ده انا لو عملتها كده اهو هتنضف يعني. فبقول لا خليني اعملها كده. الصينيه دي كانت عندي، كنت عامله فيها من امبارح صينيه بطاطا بشاميل، ونسيت بقى ان انا ايه ادعكها او اي حاجه. حطيت فيها شويه ميه سخنه، ودايما ماما تقول ان الميه السخنه لما بتحطيها في الالمونيا بتسود. انا بقى ناسيه خالص كده، يعني قلت بقى خليني ايه انقعها كده للصبح. فرحت حاطه فيها شويه ميه سخنه وخلاص. عارفين حتى مثلا لما اجي اسلق مثلا مكرونه او حاجه، فماما كانت تقول لي ايه، اسلقي في اي حاجه غير الالومنيوم عشان الالومنيوم بيسود، واحنا طبعا ما فيناش حيل ان احنا ندعك ولا اي حاجه من الحاجات دي. آه، ف فيعني انا طلعت واعيه في الحته دي. جيت بقى، بصوا انا ما عنديش صفايه او ركانه على الرخامه للمواعين. ليه؟ لان انا اصلا بحب اخلص المواعين واشيل الصينيه كده على طول ارجعها مكانها، علشان ما يبقاش عندي اي حاجه على الرخامه في الجزء ده غير اللي هي اللي اسمها ايه صفايه المعالق وبس خلاص. بحب ان الرخامه عندي تكون فاضيه، حتى لما هتشوفوا دلوقتي انا ما عنديش حاجات كتيره ابدا حطاها على الرخامه. بالعكس، انا الحاجات اللي انا حطاها على الرخامه عندي حاجات بسيطه جدا. المهم بقى، واحنا بنتكلم كده كنت عايزه اكلمكم عن حديث كده عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بما اني كنت صاحيه النهارده كسلانه ومش قادره، ستنا فاطمه رضي الله عنها راحت للرسول وقالت له: يا رسول الله، يعني اعني بخادم، عايزه خادم يكون معايا في البيت يساعدني وكده في اعمال المنزل. يعني مستتقله هي كمان شغل البيت او كده، او حاساه صعب عليها او بترهق فيه كتير، فقالت له عايزه خادم.
فالرسول صلى الله عليه وسلم ايه قال لها الا اعينكما على ما هو افضل من الخادم؟ يعني ايه رايكم لو قلتلك على اللي احسن من الخادم؟ ايه هو بقى اللي احسن من الخادم؟ الأذكار المعينة اللي جبريل عليه السلام يعني عرفوا عليها، اللي هي سبحان الله والحمد لله 33 مرة. يعني سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 34 مرة. طب وانتي بتغسلي المواعين كده زي الشطورة، قسمي الأذكار. يعني مثلا أنا هقول طول ما أنا بعمل الأطباق سبحان الله، طول ما أنا بعمل المعالق الحمد لله، طول ما انا بعمل مثلا اي حاجة تانية، مثلا كوبايات مثلا، الله اكبر. اصل احنا مش هنجيبهم بالظبط، ولكن يعني ايه، خلي دايما لسانك راتب بذكر الله. يعني انا بخلي دايما لساني كده راتب بذكر الله، وخصوصا لو انا تعبانه ومش قادره، بحس ان انا خلاص بدات ان انا فوق، بقول دايما اللهم اعني ولا اعنا ولا تعن علينا. فخلي دايما لسانك رطب بالاذكار، هتحسي ببركه في يومك، هتحسي بحاجات كتيره جدا حلوه. وعايزه اقول لكم ان اذاعه القران الكريم بجد في المطبخ او في الشقه يعني عموما، بس خصوصا يعني كستات بتبقى في المطبخ اكتر، علشان يعني بتبقى وقفتنا معظمها في المطبخ، حاجه جميله فوق الوصف. بتسمعي منها احكام دينيه انت لاول مره بتعرفي عليها، بتسمعي قران دايما طول الوقت، المهم انها دايما بتفكرك بذكر الله. طيب احيانا كتير بنستصعب ذكر الله، او مثلا في ناس ممكن تكسل. ابدأيها بحاجة بسيطة، قولي الحمد لله، شوفي ايه اسهل حاجة على لسانك. مثلا الحمد لله مثلا تحسيها على اللسان اسهل شوية من لا حول ولا قوة الا بالله، يعني او سبحان الله تحسيها اسهل برضو. فخلي دايما على لسانك ذكر سهل انتي حباه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله كده اهو، طول ما انتي واقفه. فهتحسي ان انتي مره في مره هتتمعني فيها، حتى لو انتي بتقوليها في الاول كده يعني ايه، بدون وعي كده للكلمة، او بتقوليها مثلا وانتي بتفكري في حاجة تانية، يعني بتقوليها بلسانك بس. لكن مرة في مرة هتحسي ان انتي لسانك بدأ ان هو ايه يدي انطباع كده لجوه، وتبدأي بقى ان انتي تتفكري في الكلمة، وتفضلي تقولي الحمد لله وانتي حساها قوي، فاهمين؟ انا مش شيخه ولا اي حاجه والله، ولكن انا بقول لكم على حاجات بسيطه بس انا بعملها وممكن تفيد حد فينا. المهم زي ما قلت لكم بقى ان انا خدت كل حاجه عندي على الرخامه، كان عندي برضو طقم التوزيع ده اللي هو بتاع ايكيا. الطقم ده رايي فيه ايه، الطقم ده ممتاز بصراحه، ولكنه بقى ايه، بيلقط لون. يعني لو عملتي حاجه فيها كركم هيلقط، لو عملتي فيها حاجه مستردة لا هيلقط لون. ولكن ممتاز حلو جدا، بيستحمل الحراره، بيخش في غسالة الاطباق، شغال معايا كويس قوي ما شاء الله. حاجة تانية انا كنت جايباه، يعني ايام ما كنت جايباه وانا بجهز، كان سعره مثلا 100 جنيه. كان سعره 100 جنيه. ولكن طبعا سعره دلوقتي لو في حتة تانية فلا مالكيش دعوة بيه. يعني لو سعره مثلا دلوقتي، يعني انا بصراحة مش متابعة الاسعار حاليا، لان الحاجات اللي انا محتاجاها مثلا من ايكيا الحمد لله كلها جبتها مرة واحدة وانا بجهز، فمش مهتمية دلوقتي باسعار. ولكن بسمع اسعار خزعبلية خزعبلية خزعبلية، فلو عدى مثلا ال200 جنيه 250 لا حرام. بس انا برضو بقول مقارنة بالاسعار اللي انا كنت بسمعها وانا بتجوز، يعني بجهز مثلا بقالي 3 سنين. فبس عامة هو طقم ممتاز. جيت هنا بقى عملت بخاخ عشان اظبط بيه كل حاجة على الرخامة. جبت كده غطا واحد من الديتول وعليه شوية من بريكس اللي هو المعقم ده، يعتبر الاتنين واحد، وحطيت عليه شوية من سائل الاطباق، ومسحت بيه الاجهزة اللي عندي على الرخامة. عايزة اقول لكم سحر، شايفين التوستر بقى عامل ازاي؟ بيلمع قوي. وهتشوفوا دلوقتي كمان الكاتل، بص شكله عامل ازاي، مطفي كده وحالته بالبلة بصراحة. رشيت عليه كده اللي هو البخاخ ده، طبعا زودته ميه علشان ما يبقاش كله ايه يعني تقيل كده. مسحت بقى بيه، عايزه اقول لكم شكله بقى بيلمع جدا. طبعا ما تنسيش الاسلاك بقى والحاجات دي. سبحان الله، مجرد بس ما عملت الرخامه وكده حسيت ان انا ارتحت نفسيا. حتى برضو البوت ده كان بتاع ايكيا، برضو اخدته وغسلته. انا حاطه فيه نبات بوتس او زرعه بوتس. ده ممكن تزرعيه في الميه وممكن تزرعيه في التربه، هو نبات ظل، يعني بيعيش جوه البيت مش بره يعني. بس طبعا عندي بقالي مثلا فتره كده معوداه ان هو كل اسبوع مثلا بطلعه يوم بره كده، فين في الشمس كده، بس مش شمس حاميه قوي، لا يعني المكان اللي انا بحطه فيه الشمس بتيجي عليه مثلا ايه ساعتين في اليوم وخلصنا. ده بقى طقم اللي هو التوابل بتاعي او القهوة والشاي والسكر، وعليه طبعا اللي هو عارفين الطقم اللي هو الكبير ده،
بيبقى معاه بقى حاجات الفلفل الاسود والملح ومش عارفه ايه والحاجات دي. ولكن انا بستخدم بس ايه اللي هما الثلاث قطع دول، واللي هو الصغير ده حتى فيه قرنفل بس، يعني ده حاجات كده تبع الشاي. مسحتهم برضو كده من بره وحطيت لهم مسحه كده تمام. وجيت بقى يعني ايه، كان في برطمان الشاي فاضي فده حطيته عشان يتغسل، لكن التانيين كان مليانين بقى سكر وقهوه. بوت الزرع دي برضو كانت من ايكيا. لو حابين ان انا اجمع لكم كل الحاجات اللي انا كنت جايباها في جهازي من ايكيا واعمل ريفيو عليها، اكتبوا لي تحت في الكومنتات ونعمل كده مع بعض. برضو الكسترات دي او اللي هي الاندر بليت دي اللي هي بتتحط تحت الاطباق او مفارش تحت الاطباق، برضو دي بتاعت ايكيا. بس مجرد بس ما بتحطي الرغاوي وتشوفي الرغاوي عندك كده على الرخامه والحاجات دي، حتى لو زروطه وكده، بس بتحسي ان انت بقى ايه خلاص يعني اتغسلتي كده من جوه. المكان ده بقى اللي انا هعمل فيه الكافي كورنر، او مش الكافي كورنر، يعني المكان اللي بحط فيه الكاتل، حاجه بسيطه قوي يعني. المساحه برضو دي بتاعت ايكيا، بتسحب حلو قوي وبتنضف، هي بتنفع ازاز وبتنفع بقى للرخامه والحاجات دي. فانا عندي منها اتنين، واحده مخليها للازاز وواحده مخليها للرخامه، وعندي واحده تانية بس يعني مساحه عاديه، فدي حطاها على الرخامه بتاعت اعزكم الله يعني التويلت. برضو عشان الحوض اللي هو السائط ده بيتكوم حواليه ميه كتير، فلازم تسحبي على طول كده بالمساحه. هنا بقى الماسوره دي ماسوره ستانلس مش بتاعت ايكيا، ومعاها اللي هي الخطافات دي، في هي في ايكيا ستانلس سعرها خرافي بصراحه، مبالغ فيه قوي. وفي برضو منها بلاستيك كده لونه ابيض، برضو سعرها مبالغ فيه جدا. بحط عليها هنا طقم التوزيع ده لان ده بيكون قريب ليا برضو للاستخدام، وبحط فيها كمان مجين كده ولا حاجة بس. لان هنا هعمل بقى بالظبط الكافي كورنر يعني. تنسوش بقى ان انتوا لو وصلتوا لغاية هنا في الفيديو انكم تضغطوا اشتراك في القناة، بفكركم تاني ها. البوت بقى بتاعت الزرع ثبتها هنا كده، وجيت احط الكاتل هنا جوه، كان حلو قوي. ولكن بصراحه الفيشه عندي ما طالتش، لان انا محتاجه الفيشه طول الكاتل، لان الكاتل عندي استخدام يومي، ممكن استخدمه 3 4 مرات في اليوم، سواء لاكل بقى او لمشروبات هكذا. جبت كده اللي هو اسمه ايه اللي هو بتاع الخشب ده اللي هو في طقم التوابل، فبفتحه يعني وبفكه كل شويه. ساعات بستخدمه على فكرة. بصي بقى، الست الشاطرة اللي تغير ديكورات بيتها وحاجاتها بحاجات كلها موجودة في البيت. احنا دلوقتي في وقت مش مثلا يسمح للكل ان هو ينزل ويجيب ديكورات. عايزه اغير مثلا حاجه في المطبخ فانزل اجيب ديكورات بالشيء الفلاني عشان احس بالتغيير. خلينا متفقين ان انتي لو هتجيبي مثلا الديكورات دي ب250 جنيه ولا حاجه، هتحسي ان في حاجات تانية اولى بيها في البيت. ممكن تقولي مثلا ايه، انا هجيب بيها مثلا فرخه احسن لي او حاجه. فمش طول الوقت هنيجي على نفسنا، خلينا متفقين، ومش طول الوقت هننزه نفسنا قوي. ولكن مجرد بس ما تغيري اماكن الحاجات انتي هتحسي بايه، هتحسي بتغيير وهتحسي براحه نفسيه. يعني مثلا الكوستر واللي هي الزرعه اللي هي الخضره دي، دول كانوا موجودين عندي في اوضه الليفينج، فانا اخدتهم من اوضه الليفينج وحطيتهم هنا شويه مثلا وارجعهم تاني او احطهم في مكان تاني عادي. بس مجرد التغيير بس هتحسي ان انتي عملتي حاجه جديده، وفي نفس الوقت انا ما صرفتش وما عملتش اي حاجه. وده كان الشكل النهائي عندي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انكم تعملوا لايك للفيديو. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع الف سلامه.